ارفع الشيشة. لا ما حرفع الشيشة، هذه شيشة الشيخ منصور، من يوم يومه هو شايش فيها، ليش ارفعها؟ الشيخ دخل بيته، دخل قريته، أما هنا ما كان شغل، والأستاذ كان مدير، بس الآن أصبح زبون من جيز الزباين. قدم استقالته. قدمت استقالتك؟ ايوه قدمت استقالتي لانه الوطن بحاجتنا، الوطن بحاجه الى ثوابته الوطنيه. اليوم احنا لازم نرجع. كفو يا عم منصور، وانا بعدها كلام. انا بمناسبه هذا الموقف الشريف انا معك. وانت يا ود قدمت استقالتك؟ أنا؟ ايوه أنا؟ ايه ها ليش؟ الوطن بحاجه ابنائه، احنا الان في مرحله البناء وانت اكيد محتاج منك وظر. ليه؟ ود ارفع الشيشة. ليش ترفع الشيشه؟ اعتبريني زبون بزلطينا جالسين. منصور أقول لك اطلع برا. ها تطردينينا؟ أيوة. لمو كيف لمو؟ على فكرة أنا عادنا هنا المدير، أنا أعتبر الآن في المنطقة الرمادية إلى أن الإدارة في الرياض تقبل استقالتي، يعني جالس اطلع أنت برا. أنا تطردني؟ أيوة عادنا المدير من قبلك. اسمعني. بس امشي احترام. هات البوري، هات نوفي. ايش يعني وحلا سيبكم بتتمادوا كثير على فكره، ولا كلمه يداويه. انت اللي تدري سعودي مو قلبك. وعدك تمد يدك عليا. امد رجلي اس. اطلع برا. ولا مرة ولا برا ولا قوة. احتاجك موضوع بكلمك. ايش هو؟ ايش رايك نروح القرية نفتح لنا كافيه بالبلاد؟ طلب من الله بدل البهدلة مع منصور. اسمعني اطلع برا. أنا خلاص قدمت استقالتي. قدمت استقالتك؟ اطلع برا. اطلع برا؟ ايوه. وعلى فكرة انا قدمت استقالتي زي عمي منصور، يعني انا لسه في المنطقة الوردية. كافي هالمغتربين يلا حي. هاي جدة غير. ايش فيها قرف؟ او تبغي تسافري معاهم؟ شوفي صح إن أنا أحب اليمن وحشتني أجواء اليمن، لكن أنا أحب النت أكثر. طيب وش تبغي؟ الأستاذ والشيخ منصور عمل اجتماع فطلبنا كلنا نروح نحضر. لساته عايش دور المدير. أيوة أصلا هو يحتاج دكتور نفسي لأنه فيه مرض نفسي، روحي عالجيه. ضروري يتعالج.